مرحبا بكم سيد محمد القرتيلي ضمن الحلقة السادسة من سلسلة الحلقات التي تعقدها معكم جريدة المغرب أنباء للإنتاج الإعلامي، حيث سبق أن تطرقنا إلى مجموعة من الحلقات بخصوص مجموعة من المحاور والملفات. ملف اليوم الجهوية الموسعة في ظل منظومة الإصلاح الرياضي التي يعرفها المغرب. هل لكم سيد الرئيس أن تكشفوا لنا أهم ما يمكن اعتماده من آليات وحلول في إطار استراتيجية موسعة تتماشى مع التوجهات الكبرى للبلاد الرامية إلى تشجيع التدبير الجهوي الموسع؟ قبل التطرق لموضوع الجهوية الموسعة في مجال الرياضة ومن خلال كرة القدم بصفة خاصة، لا بد من التذكير على أن الأسلوب والمنهجية المتبعة إلى حد الآن لم تعطي أكلها، بل تمركز القرارات على على صعيد العاصمة كان دائما كان يثبت فشله إلى حد بعيد، والنتائج المحصل عليها في المجال الرياضي هي كتأكد ما أقوله. إذن اليوم وفي إطار الجهوية الموسعة التي أقرها المغرب والتي أصبحت اختيارا لا محيد عنه، وانطلق العمل بها في الأيام القليلة السابقة، الرياضة بقيت بدون تفكير، وبقيت بدون مشاريع، وبقيت بدون قرار في مجال الجهوية الموسعة، لأنه الآن جميع القطاعات شملتها الجهوية الموسعة، بمعنى أنه كل قطاع الآن غادي يولي التدبير ديالو جهوي أكثر منه وطني. وهذه الجهوية الموسعة حقيقة إذا كانت عندها شي فوائد فهو هذا عدم التمركز وعدم المركزية ديال القرار في مختلف القطاعات. فالمجال الرياضي طبعا يعاني من العقم في مجال التشريع، ويعاني من العقم في مجال المبادرات، ويعاني العقم، فظل متأخرا عن هذا الركب، على الركب ديال الجهويه الموسعه. فشخصيا كنت قمت بواحد المشروع ديال الجهويه الموسعه في مجال الرياضه من خلال كره القدم الوطنيه بتعاون مع جهه الرباط سلازم بورزعير، وجئت بمجموعه من الافكار ومجموعه من الاقتراحات للاستئناس، وبعثت بهذا المشروع الى السيد المسؤول على الصعيد الوطني على الملف ديال الجهويه، وكان قد راسلني شاكرا مبادرتي على أن يستدعيني في يوم من الأيام للاستفادة من الخبرة ومن التجربة التي راكمتها، إلا أنني لحد الآن لا زلت أنتظر دعوته، ولست في حاجة إلى دعوته في حقيقة الأمر، لأنه الآن الأمر أصبح متجاوز، بل الأمر أصبح بيد أصحاب الميدان وأصحاب القطاع. على كل، فالجهوية الموسعة في القطاع الرياضي ماذا تعني؟ تعني أنه لا بد وأن تكون هناك على مستوى كل جهة مؤسسة لتدبير الشأن الرياضي. هذه المؤسسة الجهوية التي تشمل كل الأقاليم المنضوية تحت لواء الجهة. فكيف ذلك؟ أولا أنا شخصيا أقترح أن يكون هناك مجلس جهوي للرياضة، مجلس جهوي للرياضة ممثل من طرف الأندية المنضوية تحت لواء الجهة، ممثل فيه السلطات الأمنية، ممثل فيه السلطات المحلية، ممثل فيها قطاع الشبيبة والرياضة، وكل الجمعيات التي تعنى بالرياضة، أن يكون مجلس. وهذا المجلس لابد أن ينبثق عنه مكتب تنفيذي طبعا، من بعد ما المجلس يجتمع ويوضع استراتيجية رياضية جهوية يوكل الامر التنفيذ ديالها الى المكتب التنفيذي. وهذه الاستراتيجيه هي ما خصهاش تكون حبر على ورق، وما خصهاش نمشيو على المنوال التي سارت عليه البرامج والسياسات الجوفاء منذ سنين. لا بد وان تكون اشياء واقعيه، وان تتمحور هذه السياسه على محاور عده. المحور الاول هو اولا التجهيزات الرياضيه، لابد وأن تكون الجهة متوفرة على تجهيزات رياضية ومنشآت رياضية، وأعني بذلك ملاعب للرياضة، أن تكون على مستوى الجهة وبتكافؤ بين الأقاليم والجهات المنضوية تحت لواء الجهة نفسها.
إذا ما توفرت هذه الجهات، وهناك أمثلة يمكن توفيرها، لكن إذا بقي ما خصناش نحبسوا عند توفير الملاعب والمنشآت الرياضية والسلة. تخص الطريقة ديال كيفاش خصها تكون هاد المنشآت الرياضية وهاد الجهات الرياضية. أنا غادي نجي عليها في الشطر الثاني، التمويل ديالها والطريقة ديال الإنشاء ديالها. ثانيا أن تكون هناك سياسة تكوينية، لأن إذا ما كانت المنشآت لابد أن تواكبها سياسة التكوين، وهذا التكوين يقتضي فتح مراكز جهوية للتكوين، يعني مركز جهوي على مستوى كل جهة ومراكز إقليمية على مستوى كل إقليم، بمعنى أنه العمل خص يكون متناسق ما بين المراكز الإقليمية وما بين المركز الجهوي، اللي غادي يكون في حد ذاته هو نهاية المطاف بالنسبة للشاب أو الشابة اللي كيمارسوا الرياضة واللي وقع عليهم الاختيار في المراكز. لأن حينما نتحدث عن المراكز كنطلعوا بالممارسة إلى ممارسة النخبة، يعني الناس اللي من واحد المستوى عالي، وهذه المراكز كتاخذ من الممارسه العاديه، من الهوات، من الفرق ديال العصاب، من جميع الانديه الصغرى، الناس اللي هما مزيانين وصالحين يدخلوا للمركز ديال الاقليم، والناس اللي في المركز الاقليم من بعد ما تكون واحد المنافسه ما بين الاقاليم يخرج منها واحد المنتخب جهوي اللي غادي يكون هو المنتخب ديال الجهه. اذا هذه السياسه ديال التكوين ما خصهاش تشمل غير اللاعبين، خاص يكون تكوين اللاعبين، ولكن ان يكون هناك مركز جهوي لتكوين المدربين، لانه اذا ما كانوش هي الاطور ما يمكنش العمليه ديال الجهويه تنجح بحال اللي خاصها تنجح. كيما اللي كنقول المنشآت الرياضيه، غادي نرجع لهذه النقطه، خاص توضع واحد تصميم مديري للملاعب، ان شيما ديريكتور للملاعب. ما يمكنش عاوتاني غير فين ما رشق لينا غنوضوا نديروا ملعب، رشق لهذا يدير ملعب، لا، خص يكون واحد التصميم مديري. هذاك التصميم المديري كيراعي اولا العدد ديال السكان في المنطقه اللي غيتحدث فيها الملعب، ثانيا العدد ديال الممارسين، ثالثا واش المنطقه في حاجه، واش كاين اختيار ديال ديك الجماعه او ذاك المجلس اللي هو في ديك الجهه في داخل الجهه انه باغي يدير من الرياضه احدى الاولويات ديالو الى اخره. اذا خصها توضع واحد المعايير لاختيار وضع وانشاء الملاعب في هذا. وكذلك نفس الشيء بالنسبه للمركز ديال التكوين. هذه المراكز ديال التكوين خصنا نفكروا في الانشاء ديالها، وفي نفس الوقت طريقه الانشاء ديالها خصنا نفكروا في تحفيز المهتمين بالرياضه وبالقطاع الرياضي على اساس انهم يشتغلوا باش يستافدوا من المراكز ديال التكوين. ولكن من بعد ما تكون عندنا هذه الخطه، من بعد ما يكون عندنا هذا التصميم المديري، من بعد ما تكون عندنا مراكز ديال التكوين، من بعد ما نوفروا مؤطرين، لانه المؤطرين عاده ما كنساوهم، والا كنعطيو التاطير لواحد الفئه ديال الناس اللي كانوا كيمارسوا الرياضه، وباش نتهنوا من صداعهم كنعطيوهم التاطير ياطروا، وهذا خطا كبير، لانه على مستوى التاطير باش ناطروا سواء لا الفئات ولا سواء المدربين ولا هذا، كيخص نجيبوا احسن ما كاين من الاطور، لانه من تما كتنطلق العمليه ديال التكوين. الا كانوا الاطور ضعيفه اللي غادا تكلف باللاعبين واللي غادا تكلف بالمدربين واللي غادي تكلف بالتكوين بصفه عامه، الا كانت ضعيفه راه ما يمكن لها تنتج الا الضعف. والا بغينا ناس شي حاجه مزيانه تيخص يكونوا اطور اللي هي في المستوى. اذا هذه العناصر الاساسيه، ولكن كيبقى قبل هذا وذاك باش هذا الشيء كله يخرج للوجود كيخص التمويل. والمشكل ديال التمويل هو مشكل دائم مطروح على الصعيد الوطني، ولكن هو يعني مشكل انا اعتقد انه مشكل غير صحيح وغير حقيقي، لانه الا ما خدينا الاموال اللي كتخسر بحال اللي شرت في الحلقه السابقه، الاموال اللي كتخسر على الرياضه محليا وجهويا هي اموال طائله، ولكن نظرا لكونها كتخسر لاسباب استهلاكيه وسياسيه ما كتعطيش النتيجه. الان جاء الوقت باش في اطار التنافس ما بين الجهات هو ان يكون هناك تنافس حول قدرة الجهة على الاستثمار، لأنه الاستثمار هو الذي يضمن الاستمرار. إذا ما كانش استثمار ما يمكنش يكون استمرار، وهذا الاستثمار طبعا يحتاج إلى أموال، والأموال كيف يمكن جمعها؟ ففي هذا الإطار ديال المشروع ديال الجهوية الموسعة اللي كنت اقترحته من قبل، هو خلق صندوق جهوي لدعم الرياضة. صندوق جهوي لدعم الرياضة. هذا الصندوق الجهوي لدعم الرياضة كيف تمويله؟ أولا يمول من طرف الجماعات والمجالس المنضويه تحت لواء الجهه كلها، كيخصها بدلا من تشد الفلوس تبقى كتفرقهم على الجمعيات مباشره وتبقى كتعطيهم لاغراض سياسيه ولاغراض سياساويه. انا كنظن خص هاد الفلوس كلهم يتجمعوا ويداروا في واحد الصندوق اللي هو الصندوق الجهوي، وتجمع هاد الاموال بالاضافه الى مساهمه المبادره الوطنيه في المشروع، بالاضافه الى مساهمه المؤسسات العموميه والشبه العموميه
في تمويل هذا بمساهمة القطاع الخاص، لأنه هو معني أولا وقبل كل شيء، لأن الاستثمار إذا ما تم بشكل عقلاني فالقطاع الخاص يستفيد بطريقة غير مباشرة، لأن داخل مجتمع رياضي ومجتمع مربي ومجتمع كذا فالقطاع الخاص سيستفيد، لأنه غادي نكونوا جعلنا حد لواحد العدد ديال الممارسات اللي هي تستهدف التخريب وتستهدف أموال الخواص. اذا الا كانوا هاد الناس كلهم داروا هاد الفلوس في هاد الصندوق، هاد الصندوق تيخص يتوضع واحد الدفتر ديال التحملات. وقبل الحديث عن دفتر التحملات لابد عن كيفيه تسيير هاد الصندوق. هاد التسيير خاص يكون عنده مؤسسه تسييريه اللي غادا تشرف عليه، اما مجلس اداري، اما هنا يمكن التفكير في واحد العدد ديال الاقتراحات وديال السيناريوهات. ولكن انا شخصيا كنقول كيخص الامر ديال التسيير ديالو يتوكل لمجلس اداري، يكون مجلس اداري اللي هو غادي يشرف على تدبير هذا الصندوق. كيف ذلك؟ ماشي في اطار عشوائي، ماشي في اطار سياسي بحال اللي كيدار دابا، ماشي في اطار الضغط تحت من طرف مناطق النفوذ، بل بعد وضع دفتر تحملات يتفق عليه من طرف الجميع. دفتر تحملات ينص فيما ينص عليه على مجموعة من المبادرات، سواء استثمارية كانت أو تسييرية أو تحفيزية أو إلى غير ذلك. إذن إذا كان هذا الصندوق دار هذا دفتر التحملات غادي يكون كيتعامل مع الانديه بالتساوي وحسب المستويات. مثلا فروق القسم الوطني الاول للنخبه سيكون التعامل معها سواء داخل الرباط او في الخبيثات او في القنيطره، يكون تعامل يعني بواحد الشفافيه وتعامل بالتساوي. ملي كنهبطوا للقسم الوطني التالي كذلك غادي يكون نوع اخر ديال التعامل. ملي كنهبطوا للاقسام الشرفيه والاقسام ديال الهواه والاقسام الشرفيه كذلك يكون التعامل متساوي، باش نجعلوا حد لديك المزايدات السياسيه. لانه ملي كتكون في واحد الفريق وكتنتمي لواحد القسم معين كتكون عارف ما لك وما عليك. في هذا الشيء كله الا كانت التسيير بهذه الطريقه وكانت هذه المؤسسه اللي هي غادا تشرف على التسيير، هنا غادي نحلوا الباب ديال الاجتهاد، لان ما يمكنش عاود نسدوا الباب الاجتهاد. ما غنقولوش للفريق غادي نعطيوك واحد الدعم مادي باش دوز الموسم ديالك سواء تستثمر او تسير او تحفز او ونقولوا له انتهى الامر. لا، خاص الباب ديال الاجتهاد يبقى مفتوح، لانه المسؤوليه كيكون فيها واحد النوع ديال التباري، وكل واحد عنده حسب افكاره وعنده اجتهاداته، ممكن يجيب اشياء اخرى اضافيه. ولكن الحد الادنى اللي ما يمكنش يكون محل نقاش ولا منازعه هو دفتر التحملات وما ينص عليه، باش يكون نوع ديال التواسي وديال الديمقراطيه ما بين ولسد الباب على السياسيين من اجل استغلال هذا الصندوق لاغراض سياسيه. لانه شفنا انه هذه العمليه هذه على الصعيد الوطني حقيقه اثرت سلبا على المستوى ديال الرياضه. اذا ملي كنقولوا هذا الشيء كله، الجهه الان في ظل هذه الاقتراحات كتصبح جهه مستقله، بمعنى انه هناك عمل مواكب اللي تيخصو يواكب هاد الاجراءات باش هاد الرياضه تزيد. لانه الرياضه كذلك هي في حاجه الى حكام، الرياضه في حاجه الى اطباء رياضيين، الرياضه هي في حاجه الى مجموعه ديال المكونات. فمثلا هاد الحكام وهاد الاطباء ولا خاص التفكير في خلايا او في مدارس تكوينيه. مثلا بالنسبه للحكام خاص تكون مدارس تكوينيه ديال الحكام على مستوى الجهه، باش يكون كل جهه كتوفر على العدد الكافي من الحكام، العدد الكافي من الاطباء الرياضيين، العدد الكافي ديال المدلكين، العدد الكافي ديال الملاعب، العدد، يعني الجهه تكون بكيفيه بشكل او باخر مستقله الى حد ما على الصعيد الوطني، لتبقى مسؤوليه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هي التنسيق فيما بين هذه الجهات. وعندها يمكن التفكير في خلق بطولات جهويه قويه، لانه الان التصور ديالنا الى البطوله على مستوى الجهه، بمعنى انه التصور ديال البطوله على مستوى العصاب هي بطوله يعني ثانويه لا قيمه لها ولا من يحرك ساكنا من اجل النهوض بها، في حين انه لا بد من اقرار بطولات جهويه قويه. اذا كانت بطولات جهويه قويه غادي ننتجوا منتخبات وطنيه قويه، لانه حينما تكون هذا على المستوى التقني. انا ما بغيتش ندخل في تفاصيل المستوى التقني، لانه على مستوى التقني على مستوى الجهه لابد ان تكون هناك منتخبات على مستوى جميع الفئات، منتخب الكبار، منتخب ديال الامال، منتخب الشبان، منتخب ديال الفتيان، ومنتخب ديال الصغار، ومنتخب نسوي، ومنتخب ديال كره القدم داخل القاعه. اذا هذه المنتخبات كلها هذا الامر موكول الى المدير التقني الجهوي الذي سيتم اختياره. وهذا
الطريقه هذه التقنيه اللي غادا تفرز لنا هذه المجموعه ديال المنتخبات على مستوى جميع الفئات في اطار تنافسي كذلك. غادي نكونوا مطالبين في نهايه الموسم بالمشاركه في بطوله المنتخبات الجهويه، بمعنى انه غتكون عندنا 12 جهه، غادي يكون عندنا 12 منتخب ديال حرف الف، 12 منتخب اولمبي، 12 منتخب ديال الشبان، 12 منتخب ديال الفتيان، و12 منتخب نسوي، و12 منتخب ديال كره القدم داخل القاعه. هذه المنتخبات 12 خاصها تجتمع في بطوله وطنيه، كل جهه ممثله بمنتخبها، وتكون بطولة وطنية. وهات البطولة الوطنية ما فيما بين المنتخبات ستكون فرصة للناخب الوطني أو للناخبين الوطنيين على مستوى الجامعة الملكية المغربية، سواء لكرة القدم أو الرياضات الأخرى. ستكون عندهم فرصة لاختيار الفريق الوطني. وملي كتكون عندك بطولة من 12 فريق و12 فريق اللي هي كلها منتخبات جهويه، كيكون ديجا اختيار في محله، وكيخضع لواحد المجموعه ديال المقاييس، وكيولي الناخب الوطني عنده اختيار كبير باش يخرج ماشي غير فريق، باش يخرج 6 ولا 7 ديال الفروق الوطنيه. وغادي يكونوا فروق وطنيه عندها العمود الفقري ديالها من الممارسين المحليين، بالاضافه الى بعض الاسماء اللي ممكن تخرج المستوى ديالها يكون مستوى استثنائي خارج ارض الوطن، وهما مغاربين كلهم في ذلك الوقت يلتحقوا بالفريق الوطني. وعندها نقولوا اننا كنديروا الرياضه في اطار سياسه رياضيه، اولا جهويه ثم وطنيه، ويمكن لنا ذاك الساعات نتسناو تكون النتائج ايجابيه. شكرا لكم السيد الرئيس على عرضكم القيم بخصوص تصوركم لمشروع الجهوية الموسعة.